المغارة يعني صار لها أكثر من 150 سنة. هي كان يستخرجوا منها رمل المزار لحتى يبيعوه للبناء وكذا، بحيث انه صارت الكسارات وصارت كذا ما عاد بقى يعني يشيل هم المنتوج، يعني ما عاد يجيب. قرروا يعملوها مغارة، عملوها مغارة سماها على اسم والده مغارة موسى. بلش حفر فيها بال 1990 وافتتحها بال 2006 لمدة 15 عام. العمق هون في عندك من 3 امتار لل 5 امتار، يعني كل منطقة وفي إلى غمق. هي إلى بابين، واحد للخروج وواحد للدخول فقط لا غير، يعني هدول الممرات. نحن بنختار مغارة موسى أو منطقة بلودان والزبداني لتاريخها العريق اللي موجود بهيك بلد حلوة. وثاني شغلة انه صحيح هي مغارة موسى هي مو عوامل طبيعية، هي صنع ايادي بشرية، بس اما شيء حلو كثير ورائع جدا وبتمد للحضارة السورية. بيجينا نحن من العراق، بيجينا من ايران، بيجينا من بيروت. مغارتنا يعني هي محطة من أهم المحطات اللي بنطلع فيها بالرحل، كتير حلوة. القارب، البحيرة، هون معرض الأشغال اليدوية، يعني فينا نشاطات حلوة، وهي يعني كل رحلة موجودة يعني لازم. أنا دائما أجيب زوار هنا، دائما يعني لقائي هنا ويا الزوار يستمتعون، يطلعون على المطاعم ووضع أمان، وإذا الحمد لله والشكر كلش مرتاحين. شغلنا عبارة عن هون معرض أشغال يدوية، في ناس بتجي على المغارة بتاخذ تذكار هدية مثلا من هي المغارة. أنا موجود هون من 2019 بيع أشغال يدوية، هدايا. بيجينا زوار من العراق، من البحرين، من الأردن، من لبنان، فبيجوا لهون بيزوروا المكان، بياخذوا هدية كتذكار مثلا، هيك يحتفظوا فيها إنه هي من مغارة موسى. بيجي كمان زوار سوريين بيجينا من جميع المحافظات.